القائد الفاتح الشهيد. وإجابتنا على سؤال الحلقة اللي فاتت، الصحابي الذي لقب ووصف بالفاتح الشهيد يزيد الخير هو يزيد ابن أبي سفيان، وكان يقال له يزيد الخير. أسلم يوم فتح مكة، وأعطاه الرسول من الغنائم 100 بعير، ووكله أبو بكر الصديق على جيش وسيره إلى الشام. كانت حياته الجهادية وله سيدنا أبو بكر على ربع أجناد الشام. يا يزيد إنك شاب تذكر بخير، وقد أردت أن أبلوك وأستخرجك من أهلك، فانظر كيف أنت وكيف ولايتك، فإن أحسنت زدتك وإن أسأت عزلتك. واجتمع بالروم بالقرب من أرض فلسطين، وشهد فتح بصرى مع أبي عبيدة وخالد بن الوليد، وشهد أجنادين مع خالد بن الوليد، وكانت أول موقعة بين المسلمين والروم. اشترك في حصار دمشق بجيشه، وفي يوم اليرموك سنة 13 هجريا أبلى بلاء حسنا، وأعز الله دينه ونصر جنده. على يده كانت فتح قيصرية بالشام، وفي سنة 18 هجريا مات يزيد بن أبي سفيان. وزي ما تعودنا في كل آخر حلقة بيكون لينا سؤال: من هو الصحابي الذي لقب وصفه بسيد القراء وسيد المعلمين؟ أقاويل قبل الفطار، وكل سنة وانتم طيبين.